السلام عليكم ومرحبا بكم في نيكست ستيب. لسه مستمرين في تقديم مشاريع سودانية عندها رؤية طموح وبتفتش لفرص النمو. في كل حلقة بنعرض تجارب جديدة ومختلفة لمشاريع، وده بيثبت لنا إنه ريادة الأعمال في السودان فيها منافسة حقيقية. في الحلقة دي حنعرض مشروعين في قطاع الأغذية، واحد داخل سوق الهدايا الفاخرة بتجربة الشوكولاتة أو الشوكولاتة، والمشروع الثاني بيقدم فكرة فواكه مجففة صحية. هنسمع من أصحاب المشاريع، نناقش أفكارهم وخططهم، وبعديها نقرر منو الجاهز فعلاً للخطوة الجاية. المشروع الأول معانا بيعتبروا نفسهم أول براند سوداني للفواكه المجففة بالتجميد. هم مؤمنين بأنه العالم يتجه نحو الأكل الصحي والبدائل الطبيعية، عشان كده أطلقوا البراند ده، وطموحهم إنه يقدروا يلبوا احتياجات الأسواق المحلية والخليجية والعربية. اسمي شذى الطاهر محمد صالح. اسم البراند بتاعي كرانش أند مور. لما اختاروني في الشورت ليست كنت متأكدة إنهم يعني حيختاروني، لأنه البزنس بتاعنا بزنس حلو ومميز، ويعني كنت واثقة إنهم حيشيلوني. الفكرة بتاعت المشروع جاتنا في إنه نحن فكرنا كتير إنه عايزين نعمل بزنس يكون جديد، بزنس يكون مختلف، بزنس يكون يعني ما مألوف عند الناس كلها، وفي نفس الوقت تكون حاجة يعني حاجة حلوة يعني. فلقينا البزنس ده الفريز دراي فروت حاجة مرغوبة، وحاجة في نفس الوقت هي مفيدة شديد لكل الأعمار، يعني للكبار وللصغار يعني، وفي نفس الوقت حاجة صحية يعني. فلقينا إنه دي أنسب حاجة وبدينا. أنا شذى الطاهر كرانش أند مور. أنا واثقة إن شاء الله حمشي الخطوة الجاية. وعليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. كيف عاملة؟ تمام؟ الحمد لله. انت عارفة يا شذى، انا اشتغلت في حياة كثيرة شديد، لكن عمري ما اشتغلت في الفواكه المجففة، فدي حاجة يعني انا دايرة اعرف عنها، فممكن توريني؟ طيب أنا حتكلم لك عن الفواكه المجففة كلها وعن مشروعنا. طيب أسسنا الشغل ده شذى الطاهر وهالة خالد صاحبتي. أيوة. أسسنا الشغل ده مع بعض، وكان فكرتنا إنه نحن عايزين نعمل بزنس مختلف. فكرنا في مشاريع ولقينا إنه ده يعني شغل حلو وشغل جديد وحاجة يعني حاجة صحية ومفيدة، فبدينا فيها. أسسنا الشغل ده بعد ما أخذنا ترخيص رسمي من دولة الإمارات إنه نبدأ شغل هناك. ما شاء الله ما شاء الله. وبدينا في مصر، يعني بدينا في مصر وفي الإمارات. الفواكه المنتجات حقتنا قسمناها لثلاثة، هي كلها فواكه طبيعية، كلها فواكه طبيعية. القسم الأول فواكه طبيعية ما على أي إضافة، بنجيب فاكهة طبيعية بتتغسل عادي، بتمر بمرحلة تقطيع، بتدخل الجهاز بتتجفف. القسم الثاني حبينا بس نكون شوية نعمل حاجة جديدة يعني مختلفة شوية، لأنه يعني برضو في براندات بيعملوا فواكه، لكن إحنا حبينا نعمل حاجة جديدة نضيف حاجة يعني. فعملنا المانجا عملناه سبايسي، وحتى التفاح الأخضر برضو عملناه سبايسي. والفراولة ضفنا لها سكر، في فراولة يعني ضفنا لها سكر، وفراولة ما ضفنا لها سكر. يعني أي زول الحاجة يعني الطعم اللي هو عايزه. الناس اللي بتحب الحادق حتلقى الحاجة الحادقة، واللي بتحب الحاجة الحلوة حتلقى الحاجة الحلوة. الله ممتاز، دي فكرة جميلة شديد، أنا يعني مبسوطة منك. شكرا. يعني أنا عارفة إنه المكسيكانز عندهم المانجا بيعملوها بالشطة. أيوة. في محل بيكون كامل عن الحاجة دي. يعني بعصير وبيتلجوها وبآيس كريمة. أيوة. فدي فكرة مختلفة وجديدة وجميلة، وما عندنا كثير منها في السودان زي ما قلت أول زول. أيوة صح.
وريني الانواع اللي طيب عندك. نحن حاليا يعني عندنا الفراولة وعندنا الأناناس وعندنا الكيوي وعندنا الموز، وعندنا من الحاجات الحلوة عندنا الآيس كريم. في آيس كريم برضو في ايس كريم. في آيس كريم أيوة برضو بتجفف. أنا أجرب لك. طيب طيب ده كيوي ما عليه أي إضافة. اوكي. طيب ممكن تفضلي وتخدش. ده من غير اي اضافه. طعمه حلو شديد. وفي موز وفي كمان عندنا فراولة ضفنا لها وايت شوكليت. الله. يعني الفراولة بعد ما تتجفف دي الأطفال بيحبوها. أيوة دي يعني سناك حلوة للأطفال، وبحطوها حتى كمان في اللانش بوكس بتاع المدارس. هسألك سؤال، الكالوريز فيها كم؟ الكالوريز بتاعتها دي بتكون الكالوريز بتاعتها عالية لأنه بنضيف لها شوكليت. لكن الفاكهة الطبيعية الكالوريز بتاعتها ما بتقلل ولا بتزيد. لا ما بتزيد ولا الميزة في الفواكه الفواكه المجففة بالتجميد إن هي بتكون محافظة على القيمة الغذائية بتاعتها كويس من غير ما تفقدها. يعني حتى الفواكه بتكون طعمها ولونها وشكلها كل الفيتامينز والنيوترينز ما بتتأثر كلها. لا دي يعني الطريقة دي مختلفة من الطرق بتاعت التجفيف الثانية. يعني طرق التجفيف الثانية بتحسي إنه الفاكهة فقدت لونها فقدت شكلها، حتى الطعم بتاعها ممكن يكون ما بتغير. لكن التجميد بيخلي الفاكهة تكون هي محافظة بقيمتها كاملة. اوكي. ما في أي خطر؟ ما في حاجة خطر؟ لا ما في أي خطر. اوكي. أنا عندي شوية أسئلة. طيب عشان فضل. أنا ما عندي فكرة كثير عن الموضوع. تفضلي. طيب أنت لما بتقولي بتعملي في دبي، طيب بتوصلي في مصر كيف؟ عندنا شركة شحن بنتعاون معاها بنشحن نجيب مصر. طيب دي حاجة ما بتزيد لك التكلفة؟ بتزيد التكلفة. أي طب دي يعني في مشكلة بتاعتي. أيوة. طيب ليه ما تعملي في مصر؟ نحن لما بدينا الشغل أول ما فكرنا إنه نبدأ البزنس لقينا إنه الشحن يعني لمصر للإمارات أسهل من إنه ندخلها مصر. يعني لما جبنا الجهاز فأسهل لنا إنه كان ناخدها يعني نشتغل في الإمارات، ونحن هدفنا إنه يعني دايرين السوق الإماراتي والمصري. أوكي. أسعارك كيف؟ أسعار الشراء. أيوة. العلبة 50 جرام أنا يعني المنتج بتاعنا بالجرام. يعني عندنا 50 جرام وال100 جرام. 50 جرام ب 400,000، وبعدين على حسب الفاكهة. في مثلا الفواكه 400 جنيه. الفاكهة على حسب يعني الفراولة مثلا عليها شوجر سعرها أغلى من الفراولة اللي ما عليها شوجر حسب التكلفة. أيوة حسب التكلفة بتاعتها. أيوة. لكن سعر ال 400 جرام 50 جرام 400,000 400 جنيه. طيب عندك منافسين في السوق هنا ولا هناك غير السودانيين؟ يعني مثلا في دبي في ناس في شركات اكيد صح؟ ايوه في ايوه. فكيف الحاجه الميزه اللي عندك شنو بتخليك انك تحبيعي اكثر منه؟ الميزه حقتي انه يعني زي ما قلت لك انه انا ضايفه في الاضافات في اضافه بتاعت نكهات. أيوة. يعني جوده ايوه أوكي. ايوه يعني في اضافه بتاعت نكهات جديده ممكن تكون باقي الشركات الشركات او الناس الشغالين نفس البزنس ما عندهم. طيب مده الصلاحيه كيف بتاعتها؟ يعني مثلا بتقعد كم؟ لانه التخزين ده حيكون مشكله بالذات. أيوة. لو سخانه. أيوة. وانت جايباها من حته ثانيه، الحته دي يعني بتعديها كيف؟ طيب هي ممكن تعيش معك. هي يعني من الميزات بتاعتها انه هي 1 year يعني بتقعد فتره طويله. ممكن اقعد اكثر من سنه. ممكن بس لكن عايزه جو يعني عايزه حته تكون شويه بارده. ما يعني ما عايزه سخانه. والحاجه الثانيه انه تكون مقفوله كويس. حتى اذا رطبت مثلا، هي طبعا الهواء لما تتعرض لهواء بتقوم بترطب. بترطب مش بتنشف. بترطب وبتبقى ما كرانشي. انت هسه لما لو جربتي الكوت تحسيه كرانشي كده. أيوة صح. فاذا تعرضت لهواء ممكن تبقى شويه حاجه لينه. ايوه بتغير لك الفورمولا بتاعتك. ايوه عشان نصلح الحاجه بنعمل شنو؟ ممكن ترجعها الثلاجه ثاني. الفريزر تاخدها مثلا في الفريزر فتره معينه بترجع كرانشي عادي يعني. كويس. ممتاز.
أنا اتبسطت شديد إنه في بنت سودانية فكرت outside of the box. يعني دي فكرة ما ناس كتار فكروا فيها، ما ناس كتار أصلا، ما في سودانية على قولك صح؟ ايوه اول سودانيين. أيوة ما شاء الله. فيعني بجد حاجة جميلة شديد. شكرا لك، الله يخليك. عايزه اخليك تجربي تاني نكهات. أوكي هجرب. ده الاناناس. الاناناس ده طبيعي برضو، ما عليه اي اضافه. وكرانشي. ايوه كرانشي حلو شديد، أنا حاجة شايلها معي. أنا شايفة إنه 400 كتير عليها، ليه السعر عالي كده؟ طيب ولا مناسبة؟ أنا ما عندي فكرة، لكن أنا بس إحساسية، ده إحساس أهم شيء أحمل. طيب انا عشان اطلع مثلا نص كيلو بتاع فاكهه مجففه ممكن اجفف 4 كيلو. عرفتي؟ لأنه بوظ صح؟ لا، هي الفاكهه لما تجف يعني بتفقد من وزنها 80%. فانا ممكن ادخل كرتونه مثلا بتاعت مانجا، الكرتونه كلها بتاعت المانجا دي تطلع لي نص كيلو بس بتاع مانجا فاكهه مجففه. لكن ما بتفقد قيمتها الغذائية. لا ما بتفقد قيمتها الغذائيه. عشان كده ايوه عشان كده احنا بنجفف كميه كبيره، لكن الانتاج ممكن يكون بسيط، عشان كده السعر بيكون يعني يبقى السعر مناسب. ايوه السعر مناسب. أيوة. طيب زي قلت لك السؤال الاخير اللي داير اساله لكي انه خطه التمويل بتاعتك الواضحه شنو، انه عايزه تعملي شنو لو كسبتي؟ طيب اذا كسبت عايزه يعني نحن يعني الشغل بتاعنا يتعرف، فمحتاجه اني انا اعمل يعني خطه بتاع ايوه بتاع خطه بتاع الانتاج هنا في مصر يعني. اوكي. اكون بنتج في مصر، والحاجه دي ممكن تقلل لي التكلفه ذاتها بعدين بتاعت المنتج. يعني اذا انا ببيع ب 400، اذا جبت الشغل هنا او بديت اجفف او انتج هنا بتكون لي يعني بشيل حق الشحن برا. حق الشحن ايوه بس انت بقيتي عندك خبره وعندك ناس أيوة وعارفه. ايوه الحمد لله. كويس. زي ما قلت لك دي فكرة جميلة شديد outside of the box. يعني أنا مبسوطة إنه في زولة سودانية فكرت فيها، وإحنا دايرين ناس شباب زيك. شكرا بجد إنك فكرتي، والطعم جميل. شكرا لك، الله يخليك، تسلمي. ده الفايل بتاعي فيه كل التفاصيل بتاعت البزنس اللي حيوضح لك أي حاجة، وإن شاء الله بالتوفيق. تسلم. الله يخليك. تسلمي الله يخليك. نحن إكلاد ديلايتس مبسوطين جدا إنه تم اختيارنا في برنامج نيكست ستيب الموسم الأول من ضمن ال10 الأوائل. لجين ومصعب عندهم فكرة حلوة وجميلة وبقدموها بكل حب. خلينا نشوفهم ونتكلم معهم. السلام عليكم، أنا لجين مجدي صاحبة براند إكلاد لايتس. القصة بدت من طفولتي وحبي للمطبخ مع ماما زمان ونحن صغار في المطبخ، وكيف كان بنقضي وقت حلو في تعليم الحاجة دي. منها بعد ما خلصت جامعة نزلت شغل حببني في الحاجة دي أكتر. شغلي كان عبارة عن كنت ماسكة شركة، لكن في نفس الوقت الشركة هي كان البراند بتاعها آيس كريم، فما حاجة بعيدة من الشوكولاتة اللي أنا أصلا شغالة فيها. فمن حبي للمطبخ لأنه أنا شغالة في حاجة كنت أي نعم مديرة، لكن لا كنت حابة أكتر أكون مشاركة الناس في المطبخ، كيف من تقديم الحاجة لإن هي الحاجة بتتصنع كيف، بتطلع كيف، بتتقدم كيف للعميل بعدين. فالحاجات دي كلها من شغف طفولة لشغل كده خلاني أكون حابة الشغل ده أكتر، وأكون حابة أجتهد فيه أكتر وأقدم أحلى ما عندي عشان أسعد الناس، لأنه أنا بالحاجة دي بقدر أكون مبسوطة. بعد ما عملت إكلاد ديلايتس الحمد لله بفضل ربنا وبفضل الناس اللي ساعدتني من أهلي ومن خطيبي، ولقيت دعم كبير شديد منهم، قدرت أمشي مراحل الحمد لله. أنا حاسة إنها هي لحد الآن كويسة. أنا لجين مجدي من إكلاد ديلايتس، أنا متأكدة إنه حنخطو الخطوة الجاية.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك؟ تمام. السلام عليكم. كيفك؟ تمام. الحمد لله. ازيكم؟ أهلا وسهلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. اهلا بكم. أنا اسمي مصعب إبراهيم. أنا رجينا مجدي. معكم البراند إكلا ديلايتس. إحنا مشروعنا بدأ في مصر بعد الحرب، وحبينا نعمل مشروع متميز مختلف ويكون مشروع بيننا نحن الاثنين. طيب اديكي تفاصيل عن المنتجات حقتنا. أيوة. طيب عندنا اول حاجه نحن لما بدينا بشوكليت دبي لما طلعت، فحبينا يعني زينا زي اي زو حبينا نقلد الترند، فمنها بقت تجيني افكار انه دي ذاتها اطورها. اوكي. فعندنا الشوكليت دبي عملناها على شكل هارت. بالراحه. اوكي. الله جميله. وعملنا حشوات جديدة زي بالتشيز كيك، محشية بالتشيز كيك. صح؟ أيوة. دي دبي شوكليت؟ أيوة. اوكي. وده كان أول منتج نحن نبدأ فيه. افتكرنا إنه ده حيكون المنتج الأساسي بتاعنا، لكن لما اشتركنا في البازار لقينا إنه لا، في روزز بتتباع أكثر. سبحان الله. فحولنا التركيز من الدبي شوكليت الروزز، وبعد كم شهر تاني اشتركنا تاني في بازار ولقينا انه لا، الكيك هو اللي بيمشي اكثر، فحسينا انه التنوع هو حيقوي من البراند بتاعنا. طيب انا عندي سؤال، الشوكليت دي نوعها شنو؟ شوكليت بلجيكي. الله، طعمها حلو شديد. تسلمي. يلا عندنا تاني عندنا الروز عاملينها على شكل بوكيه. يعني في ناس مرات بيحتاروا في الهدايا وكده انه يقدموا مثلا لامهم، لاختهم، لخطيبه، يعني هدايا ممكن تكون متنوعه. عاده زمان الناس بتهدي ورود، فنحن قررنا انه الورد يكون شكله غير، يكون بيتاكل بدل ما يترمي ويدبل. فعندنا هنا شوكليت ساده، عندنا هنا شوكليت برضو محشيه كنافه بيستاشيو او تشيز كيك. تاني نوعنا في انه الورده شكلها حلو، ففكرت في انه ليه ما يكون في فال ظريف لبيبي بنوته حلوه. شوفها، ممكن بوي صح؟ ايوه برضو ممكن اللون بيتغير. ايوه فعلى حسب البيبي بتجينا اوردرات لسمايه. حلوه شديد، حلوه. كل المنتجات عندنا بتغير من مفاهيم الزبون، فبالتالي بتوسع مجالنا ونقدر نبيع منتجاتنا في مناسبات كثيره جدا. زي برضو عندنا مناسبه بتاعت فرح بتكون كفال. ايوه. الله، انتوا بتحضروا ده كله؟ ايوه، حتى الورق، حتى كل حاجه. بس اذا الزبون عنده مثلا تصميم معين، كلام معين، فكره معينه، صوره، اي حاجه هو حابب. very customized. nice. طيب تاني في ايام الشتاء حبينا نجدد، لانه مثلا الناس بردانه وحابه مثلا حاجه سريعه، فعملنا هوت شوكليت. في ظروف ولا شنو؟ لا، بتجي في بوكس، في بوكسز بتاعت شوكليت. حلوه. الله جميله. والاحلى من كده انه اول ما تكبي عليها مويه سخنه او لبن بيصير ما داخل الشوكليت. يا سلام. الله، نايس. على فكره ده من اجد منتجاتنا، ده عمل في خلال الايام الاخيره اللي كنا مشتركين فيها في نكست ستيب. لسه ما اتعمل له برايس، لسه ما اتعرض على اي سوشيال ميديا بلاتفورم، لسه حاجه جديده. الله، بيعكس انه نحن فعلا يعني براند بيجيب منتجات مختلفه. اوكي. طيب بس انت لخبتيه، ما بنضيف فيه اي سكر لانه فيه كميه بتاعت شوكليت، لانه ده كان حيكون سؤال ناس كثيرين. ايوه لا، فيه شوكليت كفايه بتكفي انه انه ما لازم تطعم. مزاجك يكون حلو. الله جميل شديد بجد، حلو. بالعكس، وانا فيري بيكي في الشوكليت، بحبها شديد، ففيري بيكي، عشان كده سالتك من وين، يعني عارفه الشوكليتس انواعها وكده. لو كنا حريصين نختار افخم الشوكولاته. اوكي. ولقيت الحاجه صعبه هنا.
هي مصر حلوة في إنه هي ممكن أنت تنوع وتتجدد وكده، بس صعبة برضو إنه أنت تلقى سعر مناسب عشان تقدر تبيع بسعر يكون الناس قادرة تستقبله. أسعارك كيف عموما؟ الأسعار عندنا الشوكليت الروز ب50، عندنا حتى المنتج حق الهارت والروز الكبيرة برضو ب50. دي منافسة للسوق أفتكر. يعني أيوة الأسعار حتى أقل من السوق. أقل؟ أيوة الأسعار زي 70 أو أكثر. أنا بعرف براند مصري بيعمل نفس الحركة دي. أيوة. من غير أسامي يعني. فالمميزك شنو من البراند ده؟ أنا عارفة في السودان مثلا ممكن يكون ما في. نحن عندنا في البرودكت الواحد ممكن يكون عنده حشوات الفليفرز والطعم. الفليفرز كثيره جدا وياخذ اشكال كثيره جدا برضه. ايوه وكستمايز تو، يعني انت ممكن الزول لو قال لك داير وات ايفر تعمله حسب الطلب ممكن ننفذها. أيوة. ممكن تعملها بشوكليتس معينه ام كده. ايوه الحبي هو الزبون هو بيدعمله. البزنس طيب نمشي ناحيه بزنس شويه. البزنس زي دي دائما المشكلات الاساسيه هي التوصيل والخسائر اللي بتحصل لو زبون ما شاله ما عجبته ما. انتوا بتتفادوا الحته دي كيف يعني تكلمنا شويه عن المنطقه دي. نحن في التوصيل عاده في الصيف بنعاني جدا، لانه نحن لسه امكانياتنا انه نجيب مثلا مبرد عشان يوصل، حتى الاوردرات لسه يعني انه نجيب تراك مثلا ولا حاجه زي دي توصل، لسه ما وصلنا مرحله زي دي. ان شاء الله مع نفس بتوصل ان شاء الله. بتوصل كيف؟ بنوصل بعربيه بس هي بتكون مكيفه وغالبا التوصيل بيكون بالمسا. طيب لو في زول لغى اوردر بتعمل شنو؟ بنستحمل لغايه نحن كبدايه بنستحمل كل حاجه. لكن الحمد لله لحد هسه ما في واحد لغى حاجه. بتتاكد اول وكده. بتتاكد اول، بيكون في عربون اول بعد ذاك. طيب انتوا شركاء في البزنس ده، وانا قبل عرفت انه ده خطيبك صح؟ ايوه. طيب انا دايركم كنتوا تقولوا لي بس الشراكه دي ما صعبه انك تشارك زول، ما تشاركوا برا وجوا دي حاجه صعبه شديد. فانتوا لكم كم شركاء في البزنس؟ طيب احنا البراند حقنا نحن من اول القصه بتاعت شوكليت دبي وكده فكرنا فيها وبدينا حرفيا شهر واحد. طيب لينا 6 شهور. لما نحصل خلاف ولا كل زول عنده دوره بيعمله في منطقه الشراكه؟ كل زول عنده دور وكل زول بيكمل الثاني. تمام، يعني ما في خلافات، الله ما يجيب خلافات، لكن عموما انت بتتدخل في شغله. الاكشو اللي بيعمل الحاجه منو انت صح؟ انا يعني ما بخش المطبخ معك. لا هو بس عليه التيست عليه التيست وبعد كده انه ولا ما كده. ودي اصعب حاجه طبعا التيست. أيوه. ما تقدر تقول كعب لو كعب صح؟ صعب جدا. أيوه. لكن هو ما شاء الله يعني انت من صغيره شكلك يدك طعمه. تسلمي. لو فزتوا يعني لو اخذتوا الاستثمار ده المبلغ حتعملوا شو بقى؟ انا مبدئيا حابب اشوف انه مساله الادفرتايزنج هي بشكل لنا ضعيفه جدا. ضعيفه ليه؟ قويه. ليه؟ ما قادر نصل للزبون، ما قادر نصل للزبون. احنا محتاجين لانه انت ما متخصص في الماركتينج، ما في واحد فيكم متخصص في الماركتينج. لا غير كده احنا الماركتينج شويه ماسكينه لانه انتاجيتنا بسيطه، فاحنا عايزين نوسع انتاجيتنا. أوكي. يعني احنا يعني حرفيا ممكن نكون ماسكين شويه السوق مننا عشان ما تجينا اوردرات ما تقدر تغطيها اوفر انه نحن ما نقدر ننتج طيب. الحاجه ونخزن اصلا. لكن لو اخذت المبلغ ناوي تعمل شنو بيه؟ نعمل معمل. نقدر ننتج، لانه انا بشتغل براي فحاجيب ناس يشتغلوا معي، لانه بشتغل من البيت من مطبخ البيت عادي. ايوه حعمل معمل وبعد كده حافتح محل. يعني بيهم الاثنين بدراسه جدوى انا مقدماها. ان شاء الله المبلغ بكفي للاثنين، يفتح معمل ومحل. ممتاز، لانه الحاجه دي جميله شديد، لكن لاحظت ما عندك تواجد في السوشيال ميديا، والحاجه دي كانت يعني قلت ليه يعني حاجتك حلوه، فدي خطه واضحه وجميله. يعني انا مبسوطه منكم شديد، برافو. الحاجه حلوه وطعمها جميل جدا جدا والفكره جميله، وكل مره انتم شايفه بتبتكروا وتجيبوا حاجات حلوه. الفايل ده فيه كل معلوماتنا، كل الداتا، الخطه التسويقيه والبلانز بتاعتنا المستقبليه كلها. اوكي شكرا، بالتوفيق ان شاء الله. تسلم ان شاء الله. أنا الليلة عايزة أسألكم من المشروعين في نفس الوقت، لأنهم متقاربين في نفس المجال، فممكن ناخذ نبذة صغيرة كده توريني رأيك في الأول، وأنا عايزة مقارنة حقيقية لأنه الموضوع صعب شوية. نبدأ بالأستاذ. طيب المشروعين طبعا تقريبا بيشتغلوا في نقدر نقول لاين واحد. أيوة تمام. طيب نبدأ أول شيء نتكلم عن موضوع الفواكه المجففة. فكرة الفواكه المجففة كفكرة موجودة في السوق،
صح. خلينا نكون واضحين واقعيين. لكن الفكره وين هنا؟ الفكره انه المنتج طريقه المعالجه البروسيس بتاعته فيها ابتكار او فيها شيء جديد. الفكره كفكره فيها بوتنشال، ما في 2 3. لكن برضو نوع المنتجات الزي دي محتاج تحدد التارجت بتاعك بوضوح شديد، لانه منو اللي بيتعامل مع النوع ده من المنتجات؟ هل اي زول بيهمه النوع ده من المنتجات؟ ما افتكر. يبقى معناها دي نمره واحد، يعني عشان كصوره عامه محتاج انه يتحدد جمهوره بوضوح. تمام. وبيستفيد منه شنو؟ وهي ده ما المشروع عندها وجود في السوشيال ميديا اصلا. هو الله يشوف، هي عندها وجود لكن وجودها في السوشيال ميديا ضعيف، اللي هو شنو؟ نفس الكلام اللي قلته قبل كده، الوجود اللي هو خطفه كده، يظهر اسبوع ويختفي شهر. وده بيعمل مشكله في انه البراند، انه ما بتقدر تعمل اويرنس كويس. البراند اويرنس، منتج زي ده محتاج تتكلم عنه، يعني توري الناس فوائده، بيخفض الضغط، بيزيد كده. يعني انا لازم اتعلم واعرف عن المنتج بيفور انه اشتريه. صح. فهو بيحتاج نقطه زي دي. سريع نمر على المنتج الثاني. المنتج الثاني اللي هو بتاع الشوكولات او الوريد الشوكولاته. طبعا ده يفرق شويه في انه اسرع من ناحيه شنو؟ توزيع، استهلاك، معرفه. الناس عارفه الشوكولاته، الناس عارفه الكيك، الناس بس تصل للكاستمر. بس هو محتاج بعد ذاك شنو؟ عنده طريقه العرض، في حياه ثانيه اضافيه. لكن انا بالنسبه لي المشروعين كمشروعين ككونسبت واضحين، ما فيهم كلام. ادي فرصه لي. اللي هم المشروعين واضحين، وقد يكونوا الاثنين مجال بتاع أغذية، بس برضو شكل الاستهداف بتاعهم مختلف. تمام. يعني هي كفواكه مجففة بتستهدف ناس عايزين يذوقوا منتج جديد ومهتمين بالكواليتي بتاعته. المشروع الثاني اللي هو بيبيع شوكولاتات وبيبيع تورتات، ممكن نقول شكل البيع بتاعه ممكن يكون أسرع، وشكل جمهور أوسع. فشكل المبيعات ممكن يكون التارجت بتاعه بتاع البيع لفئات كثيرة. بعدين إمكانية إنه يكون في بي تو بي، ممكن تجيني أرباح مع تعاقد مع بزنسز. بتحب البي تو بي جدا، لأنه حقيقي هو لأنه مثلا لما نجي نتكلم على الشوكليتس والكوربريت جيفتس بتاعت الأكل وكده، فدي إمكانية إنها هي تكون في البزنس بتاع الشوكولاتات والتورتات هو أكبر بكثير. لكن ده ما معناها إنه هو المعيار الوحيد اللي أنا حميز بيه بين المشروعين. بالنسبة لي في معايير ثانية. المشروعين هم برضو بيتفقوا في حاجة، عشان يعملوا خطوة توسعية محتاجين إنهم هم يستثمروا مبلغ كبير عشان يعملوا به الإنشاء الأول للمعدات بتاعتهم. يعني المشروع بتاع الفواكه المجففة محتاجة نوع من الماكينات، من المواد الخام اللي هي بتشتريها في الأول. المشروع برضو بتاع الشوكولات وبتاع البيكري برضو هو محتاج لمعدات، المفروض إنه هم يعني يحصل فيها استثمار في الأول. المبلغ بتاع الاستثمار اللي هو حيستثمروه في الأول في المشروعين عشان يحصل لهم النقطة التوسعية هو مبلغ ممكن أقول عالي في المشروعين الاثنين. بالنسبة لناس الفواكه المجففة عندهم فرصة يطلعوا باي برودكت. طيب ما هو فكرة الباي برودكت هي شنو؟ إنه في منتج جانبي بيكون ينتج من عملية تصنيع المنتج الأساسي. يعني أنا بنتج مثلا زيت، الباي برودكت ممكن يكون شنو؟ بعد ما تعصر الفول. شكرا جزيلا، أنا ما داير بذور الزيت كمنتج، لكن جاتني كباي برودكت ما برميها، بجي هي ذاتها بطلع منها ممكن علف ومباز بس برضه يا أستاذ منتصر المفروض في حاجة ننتبه لها. مرات التكلفة بتاعت المعالجة للباي برودكتس والوقت الإضافي اللي أنا حشغل به ورشة أو مصنع، لما أجي أقيسها كتكاليف في بعض المرات بتكون أعلى من القيمه الاقتصاديه اللي هو حيجيبها علي والغير. يا صفا انا متفق، لكن لا ما انت برضه ما حينفع تخشي في حاجه. لا طيب ما انا عشان كده ما هي ما ممكن احنا نعمل حاجه. ما هو في النهايه يا جماعه ده مشروع، ما في انا اجري انه الباي برودكتس دي حاجه نافعه. التحفظ ده خليه شويه. انا ما متحفظه لكن بحس انه في البيزنس الحاجات اللي انا ببيعها لازم يكون عندها قيمه تغطي لي التكلفه بتاعتها. انا التكلفه بتاعت الحاجه الاديشنال اللي هعملها في الباي برودكت دي لازم اخذ فيها راي خبير، هل هي حتتعمل ولا ما حتتعمل. ما اختلفنا. لازم يكون اتاكد انه الباي برودكت ده فعليا مدي ولا ما مدي، حيجيب قروش ولا ما حيجيب قروش. طيب كويس، ما انا عشان كده قلت لك زول بيدرس مشروعه المفروض يعرف من مثلا الاول عارف. انا عشان كده اديتني نظره في الموضوع. انا اتفق معك لكن اديتني نظره متفائله شديد. انا شايف انه باي برودكت حيطلع. طيب انا رأيي اديتني فيه نظره متفائله. كيف الارقام؟ لانه دي الحياه هي لانه بالنسبه لي هو كلام استاذ منتصر ممكن الزول ياخذه في الاعتبار، لكن هي برضه كمشروع لانها هي ما ادت شكل دراسه شكل الباي برودكتس
ودرسته ما وهو واضح. حيكون ما كيف. هو واضح. كفكره ممكن يكون حاجه كويسه، انا شايف كده عشان قلت لك هي لكن لو ما في له ارقام واضحه. بقى ده التحفظات الماليين انت عارف. لا هي مش طيب تحفظات، هي الأرقام حاجه اساسيه. الثاني عنده ارقام واضحه بالنسبه لك؟ هي عندها ارقام واضحه في حاجات، بس برضو البزنس ده فيه حاجه انه هو بيصنع في الامارات، هي مسجله في الامارات وهي بتصنع وبتبيع في الامارات وبتبيع في مصر برضو. بالنسبه للبزنس بتاع الفواكه الفواكه ملاحظه ثانيه معلش، المجففة. لانه انا يعني الموضوع ده فيه حاجات. قال في نسبه بتاعت اللي هي شنو في توالف، لو تتذكري انه مثلا الفواكه دي عشان تتعالج، ما هي عشان كده انت فكرت في الباي برودكت. ما هو عشان كده حتى انا بتكلم عن انه أيوه. لازم يكون في معالجه. لا انا فاهمه النقطه مرات دي تكلفه تماما. المعالجه عاليه، اخيرا ادعى المنتج. احنا هسه مختلفين في حته ما- في النقطه دي، ما في لكن اختلاف. لا لا لا, لا انا شايف مرات فرصه. تكلفه ما أنت الفكرة المعالجه، إنه ما هي انا ما حقدر اقيم انها هي فرصه. لو ما هي فرصه كانه عندي منتج جديد اوكي اي اجري، متفقه معاك، لكن الفرصه دي مديه ولا ما مديه؟ ممكن التكلفه بتاعته متفقين كناس كتكلفه حشغله، فرصه زي ما بتقول. لا كتكلفه ذاتها، انه عشان انا اطلع إنه هي الباي تعالج برودكت ذاتها ده ممكن معناها تكلف. محتاجه الناس بدل ما هي يشتغلوا من 6 ساعات يبقى يشتغلوا لي معناها 8 ساعات. يبقى ده كلامي محتاجين معلومه اضافيه. معلومه اضافيه. ما انا بقول لك انت تفكير نظرتك وتوجيه. للباي برودكت حترجع لكلامي متفائله شديد. مرات الباي برودكت صدقني مرات احسن طيب يكون. الشوكليت الارقام بتاعتها كيف؟ الشوكليت الارقام بتاعتها بتشبه السوق كارقام بتاعت انا حاسه انه مبيعات. ارخص كمان. هو عامل هو مركزين في الاول انهم هم انتشروا. يبيعوا مركزين على انتشار، وانهم هم يعني التسعير بتاعهم وداخلين السوق انهم هم كسعر بسيط، عايزين يستهدفوا بالحته دي. بس بتجي برضو في قصه انه غير انه المنافسه، المشروعين عشان يقدروا يحققوا التارجتس بتاعتهم اللي هم يبيعوا بها المنتجات دي تجيب الربح ده، محتاجين انهم هم محتاجين انهم يوسعوا، والتشغيل بتاعهم يكون منتظم ويكونوا قادرين انهم هم يديروه. صحيح. الفكره بتبقى يلا عندهم الاثنين في اداره التشغيل نفسه. طيب من ناحيه بتاعت ماليه انت بتفضلي يا على فكرة شغلك حلو شديد. بجد شكرا لك، تسلمي. انا كمان جربت شغلك قبل كده، حياتك حلوه، كان طلبت منك، عملت منك اوردر، كان ظريف شديد والله. صحيح عجبك؟ شديد والله، كان الحمد حلو لله. عجبني. الحمد لله. واحلى حاجه انه انا طلبته ما شاء الله نفذتيه لي سرعه، يعني تسلمي كان حبيبتي. طلبته منك الليله وانت بكره طوالي نفذتيه لي. تخيلتك انك انت تحتذري لي تقولي لي لا ما عندي طريقه، لكن الحمد لله نفذتيه لي. تسلمي يا رب. على فكرة متذكرة البازار، أنا كان جيتك لكن شكلك أنت مع الناس كانت كثيرة، أنا ما متذكراني. ايوه قاعده بازار اشترك. شوشو خلف اللايتس. ايوه اشتركت في كم بازار معه. ما بتذكر، لكن كان معي ناس كتار، احتمال تكوني راقيتي زول تاني من اللي كانوا معي يعني. أوكي. هو ده كان اول بازار بالنسبه لك؟ لا اشتركت في كم بازار يعني 3 4 كده، بحاول كل بازار يكون فيه يعني اقوم اشترك فيه. كويس والله كويس، ربنا يوفق ان شاء الله. الله يخليك، وانتم كمان ان شاء الله. إن شاء الله في توتر جمعنا يا رب. حاصل لكن صح؟ أي لكن لا إن شاء الله خير. اكيد طبعا، ربنا يعني يوفقنا جميعا ان شاء الله، بغض النظر عن النتيجه. لا أي في توتر شديد والله صراحه، انا خايفه. لا إن شاء الله لكن إن كله شاء رضا. ان شاء كله الله. رضا، أي حاجة ما رضا. تعتبروها دي حقيقه النكست ستيب لمشاريعنا يعني بغض النظر يعني. ايوه ان شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله. ربنا يوفقنا كلنا يا ان رب. شاء الله يا رب. انت كمان يا رب. حقيقي المشاريع حتى المقدمة الثانية حلوة شديد، كلهم حلوين كل يعني. واحد مميز. ايوه صح. مم. ان شاء الله كان لقيناهم يوم اجتماع. يوم أيوة. الاجتماع كان ظريفين شديد يعني ما شاء تخيلت الله. بعدد المشتركين الكتار، ما تخيلت ان احنا بجد ياخذونا من ضمن العشرة الاواخر. ايوه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الاثنين عندهم فرصه. الاثنين عندنا فرصه. انت طيب انا مع صفاء في حاجه ومختلف معها في حاجه. انا التحفظ، انا عارف تحفظ صفاء سببه شنو، لكن انا بفتكر ممكن يكون الفرصه في الباي برودكت بالمناسبه. ما عارف ليه. اي لكن هل التكلفه اللي احنا القروش اللي ما حنديها لهم دي بتغطي الباي برودكتس ده؟ بتغطي 200. ما هو عشان انا الزول ده ما اداني معلومه. بالمناسبه احنا الباي برودكت دي جبناها من شنو؟ من خلال دراستنا للملف فهمتي قصدي؟ بس انا كمستثمر ما أنا ما بديكي. بمشي اقول لزول أيوة، اعمل لي باي ما أنا- برودكتس، انت المفروض تجيني جاهز. يبقى شكرا. ما انا عشان كده بقول لك انا شايف انه لو بقيت انا حختاره ححتاج منه
اديشنال، دي- انا عايز منه معلومات. قروشي حتكون كده متجمده. أنا ما قلت لك لا حاجة. احنا المشروعين حنكون محتاجين منهم اصلا بس معلومات انا بوريكي وين إضافية. البوتنشاليتي، نفس الفكره. ما انا لما اقول لك ده ولا ده هقول لك ده فيه فرصه، وفي فرصه يعني واضحه، وفي فرص ثانيه ما ظاهره. فخلينا ندرس، مش في حاجه اسمها تكلفه الفرصه، خلونا نشوف هل الفرصه دي تستحق الاستثمار فيها ولا لا. طيب يعني انت حنشوف ما عندك فرصة السراي فين. واضح انه داير منه؟ حنشوف الفرصه في المشروعين اذا هم ممكن يجيبوا حاجات اضافيه، صح؟ طبعا برضه ممكن، لكن في واحد فيهم سوقه واضح شديد، باعتبار انه زي المواد الشوكولاته والحاجات دي ما واضحه، واضحة. احنا ما عندنا فيها. بس بتاع الشوكولاته عنده ميزه ثانيه شنو؟ انه توسعه ممكن يكون كيف؟ قنوات توزيعه ممكن تكتر له، وفي بي تو بي ممكن وبي تو يشتغل سي. كيترينج، أيوة ممكن أيوة يشتغل أيوة. في محله، أيوة. ممكن يكون اونلاين، ممكن يكون عنده معارض بتعرض له نقاط توزيع. فهمتي قصدي؟ برضه هناك عنده الامكانيه للتوسع، اوريدي هو عنده، ودي حاجه انا بتحسب له، عنده اونلاين شوب. ايوه الليله الزول بتاع الفواكه المجففه عنده ميزه كبيره، عنده معناها عنده شنو؟ عنده الفكره بتاعت التوسع، انه يوسع سوقه. بتاع الفواكه وبتاع الشوكولاته ما يقدر يوسع برا البلد اللي هسه قاعد فيها. ليه؟ أوكي. الكيكه دي يعني مع انه في افكار انه يصدر، لكن برضه تكلفه، نفس الفكره طيب هسه احنا مختلفين ومتفقين. عندك زول معين انت شايف انه اسهل، ولا الاثنين عندهم بوتنشل لو فهموا صح؟ انا عندي بوتنشيال في الاثنين، بس محتاج معلومات اضافيه معينه. ممتاز. وانت نفس نفس الحال. الراي. انا كمان عندي يعني بزنس وايز زي ما قلت لكم عندي راي معين. كيفكم؟ تمام الحمد لله. انت كيف؟ الحماس كيف؟ انا تمام. لا الحماس اتقلب توتر في اللحظه دي. لا 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 ليه؟ الناس حابين نعرف. انا فهمت انك انت المفروض تهديها مش تخلع. الغريبه في الظروف دي حاسه هي اللي بتهدي فينا. سبحان الله. مع انه عاده نحن العكس. مهم. انا اللي بكون متوتره، انا حماسيه في البدايه، متوتره في النهايه. الليله عكس. الليله العكس. ايوه الليله عكس. يعني انت بتعمل لها سبورت ولا هي بتعمل لك سبورت، ولا الاثنين بتعملوا اكيد سبورت الاثنين لبعض؟ لبعض. ايوه الاثنين بس لبعض. دي رساله أكيد. حلوه أيوة. ممكن نقولها للناس، صح؟ انه طيب في زول تاني بيعمل لك سبورت غيره؟ اكيد اها ناس بيتنا. اوكي. ايوه انه يعني طيب دخوله في حياتك أكيد عطلك زاد. ولا زادك؟ لا زاد الحمد لله. يعني هو من النوع اللي انه بيشوف انه الحاجه فيني حلوه، بيكون عايز يظهر، عايز يا يساعد، سلام، يا عايز سلام، يدعم. يا سلام، الحمد يا لله. سلام. الفكره اصلا كانت فكرتي هي، فانا بدعم فيها، وكل واحد فينا بيكمل بعض يعني. ايوه دي حاجه حلوه شديده. الدعم لما يجي من الناس القريبين بيخليكي يعني تكوني في احسن حالاتك. والسبورت كيف في حياتك؟ ان شاء الله الحمد لله. يعني السبورت في حياتي، الناس اللي حواليني كلهم يا يعني سلام. مبسوطين من البزنس بتاعي شديد. الله دي حاجه حلوه شديد. مبسوطين من البزنس بتاعي شديد. اخواتي، ابوي، امي. يعني هم برضو عندك كلهم. سبورت. ايوه طبعا. ايوه الحمد ايوه. لله. هو بجد الفكره لو ما لقى الدعم من الناس، حتى يعني الدعم ان شاء الله معنوي، ايوه ما زول ما بيقدر ينتج ويمشي لقدام. صح، فهي صح. الفكره تكون حاجه صغيره لكن أيوة. بتكبر بالناس. ايوه صح. كويس. ما تتوتروا الموضوع. شاء الله. في النهايه احنا جايين هنا. انا دايما بقول انه لو البزنس بتاعك حاجه فن، وانتوا الاثنين البزنس بتاعكم حاجه فن، يعني حاجه جميله، حاجه ما مثلا متعبه شديد. هي متعبه لكن برضه في النهايه حاجه بتتعمل بحب. انت في المطبخ أيوة وبتعملي حلويات خصوصي لو وكده. الواحد هو دي يعني حب من الحاجه الطفولة. بالضبط دي حاجه بتحبها أيوة. من زمان. مم. يبقى انت كده محظوظه. لا يعني والله. بجد يعني بختكم انه انتوا حاجه بتحبها وبتشتغل فيها. ايوه ده براو كده قطعت نص المشوار. صح، صح. وعندك سبورت، صح. يعني المفروض تكونوا وانتوا خلاص عديتوا كده. ايوه فعلا. الزول لما بيكون بيشتغل في حاجه وبيكون حابيه بيكون بيتطور بينجز. فيها احسن وبيكون احلى يعني. بتخلي التعب يهون. ايوه صح أيوة. صح صح. بيخلي بتاع طبعا راحه، آه. والواحد يقدر يتوفق يعني يقدر يقدم احسن ما عنده في المشروع. ايوه صح. دي حقيقه دي حقيقه. أنا عرفت بالبرنامج. واحد قريبنا اتصل علي وقال لي إنه في برنامج، وتحمست شديد لما وراني يعني حكى لي عنه وكده. فيتحمست إنه أنا قلت لازم بالمشروع بتاعي ده لازم أقدم في الفورمة، ولحقت الحمد لله وقدمت يعني. صراحة أنا واثقة إنه المشروع بتاعنا مشروع حلو وحيمشي قدام يعني إن شاء الله. ويعني
هو حاجة مختلفة يعني. والله هو صراحة الإحساس مخيف شديد. يعني أنا متوترة شديد، كنت من دخلت جيت الاستوديو ففي توتر حاصل، بحاول أكون هادئة شوية وكل الناس بتحاول يعني تطمنك وتهديك وكده، لكن يعني الزول من جواه بيكون برضو يعني في خوف حاصل. المشاركة في البرنامج ده يعني بيخليك تكون تتحمس للشغل، بتخليك بتشوف يعني الناس متحركة، الناس بتشتغل في مسابقات زي دي، في برامج زي دي بتخلي الناس ذاتها لو ما عايز تفكر في الشغل تبدأ تفكر إنه يزول يكون عنده بيزنس خاص يعني. فأكيد حتكون في فايدة كبيرة اللي حتى للناس يعني حتى لو أنا أي زول اللي ما حيفوز ولا الناس اللي حتفوز أكيد حيكون هو استفاد يعني من إنه مثلا يكون في التجربة دي، فدي حاجة كويسة يعني. وكونه ذاته يكون في برنامج بتعمل مشاريع الناس اللي بدت يا آداب يعني على الأقل على الأقل أنتوا حتعرفوا الناس المجتمع بالمشاريع الجديدة يعني، فدي ذاتها مكسب يعني. أول تجربة لي في حاجة زي دي، فالواحد ما عارف يحس بشنو، فهي التجربة لكن اكسايتد يعني، بنحاول نخمن اللي حيحصل شنو. كل واحد يحاول يحضر أيوة سيناريو في راسه عشان يحاول يجهز أجوبته يعني إن شاء الله. أنا شفت الإعلان، فجاني شمار إنه أعرف الحاصل شنو، الناس دي بتعمل في شنو. ففي الأول كنت حاسة إنه ده كلام ساي يعني، دعايات الناس عايزة يعني تعملها برنامج جيت حكيت له مصعب، فرأيك شنو في برنامج كده نقدم؟ فهو قال لي تمام حلو نقدم وكده. فبعد شوية أنا بتحمس في البداية، تاني برجع بخاف. فلما أرجع أخاف كده فهو قوم لا نحن بدينا حاجة هنتمها، ما ربنا الكاتبه هيحصل. بصراحة قالوا في مبلغ مادي كبير جدا، وما توقعت أنه نكون من ضمن ال10 الأوائل. فالإحساس الأول يعني أنه لا نحن إذن بنعمل في حاجة صح، لازم نحن نحكس اللي بنعمل فيه ومنتجاتنا دي بطريقة نحن كنا حابينها وبدينا بها، وأكيد حنصل مرحلة ممتازة إن شاء الله في المشروع. نقول إن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله، وكل الأحوال أنا معك وداعمك. تسلم. والجاي أحلى إن شاء الله. إن شاء الله. وصلنا للنقطة اللي أنا ما بحبها من البرنامج، لكن هي من قوانين البرنامج. القرار. توترين؟ أكيد. زي ما قلت لكم وحاقول لكم هعيد، انتوا شباب ما شاء الله عليكم، أنا فخورة جدا بكم وبوجودكم معانا. شكرا لأنكم قدمتوا وظهرتوا قدام التلفزيون وقررتوا إنكم توصلوا لنا المنتجات الجميلة دي. بغض النظر اللي حيفوز منه، انتوا الاثنين فايزين أو الثلاثة فايزين. فممكن استلم النتيجة؟ هي النتيجة طبعا بإجماع بتصويت صوتنا، فأنا هسه حشوف منه والاثنين فايزين صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. داري اقرا على بال ما اقرا. أوتركم شوية زيادة. الماشي معانا للنهائي هو رجعي موسى. شكرا. برضو شكرا. زي ما قلنا شكرا. ركزي بالحاجات اللي قلناها لك ودي إن شاء ما الله. نهاية، أكيد. ما شاء الله إن يعني شاء برضو الله. البرودكتس بتاعك رهيب شكرا. شكرا. الله يخليك. زي ما شفنا الليلة نماذج من المشاريع الغذائية، حنلقى أي مشروع ناجح بيبدأ بحل مشكلة حقيقية. لو الناس ما حاسين بالمشكلة ما حيكون عندهم سبب كافي يشتروا منك،
المشكلة ممكن تكون السعر، الجودة، أو حتى الثقة في مصدر الأكل. لو منتجك جيد فعلا الزبون بيرجع بدون ما تعمل إعلان. المشاريع الغذائية البسيطة ممكن تكبر وتغير سوق كامل، زي ما عمل حمدي أولوكويا. هو شاب كردي من تركيا وصل أمريكا مهاجر، كان بيحب الزبادي جدا التقليدي زي ما تربى عليه من يد أمه في بلده، لكن لاحظ حاجة بسيطة: الزبادي اللي بيتباع في أمريكا طعمه ضعيف، مليان مواد صناعية وما فيه روح. في 2005 لقى إعلان في جريدة من مصنع ألبان قديم للبيع. ما كان عنده قروش كثيرة لكن استلف واشتراه، جاب وصفة أمه وبدأ ينتج الزبادي بطريقته. سمى المشروع تشوباني، كلمة تركية بتعني الراعي. ما صرف على إعلانات، بس وزع عينات مجانية في الشوارع وبدأ يحكي قصته للناس. في أول سنة بدأت المحلات يطلبوا منه المنتج من تلقاء نفسهم من غير ما رجع لهم تاني. بعد 5 سنة بقى أكبر منتج للزبادي اليوناني في أمريكا، ومبيعاته اتجاوزت $1,000,000,000. نجاح حمدي لأنه عمل quality products. فكرة بتغير العالم والأفكار ما بتتعدى، والإلهام وقته الصح في أوقات الشدة. بدينك ساعد غيرك، يد غيرك لك تتمدى. الخطوة الجاية نمشي الخطوة الجاية، صبرك والقوة أنجز ما حتحس بالمدة. رزقك مكتوب لا تحزن لا تتضايق، أهدى تفتح قدامك أبواب لو باب واحد اتسدى. الخطوة الجاية وتمشي بعيد، أفتح أبواب أحلامك ومفاتيحك في الإيد. عشان الحلم يتم لازم يبدأ، يلا نبدأ. يلا زي ما تعودنا زمان نتماسك ونتحدى. حقق حلمك حيعيش واليوم القاسي حيكون عدى. الخطوة الجاية نمشي الخطوة الجاية، عشان الحلم يتم لازم يبدأ.